هل تعلمون أين ذهب خاتم سليمان عليه السلام بعد موته؟ وما هي قصته مع بلقيس ملكة مملكة سبأ؟ ابقوا معي إلى آخر دقيقة من الفيديو وسوف تتفاجؤون من النهاية. سيدنا سليمان هو أحد أنبياء الله تعالى، وعاش في الفترة ما بين عام 937 و 970 قبل الميلاد، فتوفي وهو في 52 من عمره، وجاء ذكره في القرآن الكريم 17 مرة، ورويت قصته في العديد من سور القرآن الكريم مثل سورة البقرة وسورة صاد وسورة النمل وغيرها من سور القرآن. والملك سليمان هو أحد ملوك بني إسرائيل، وبقي ملكا مدة تقارب 40 سنة، وابن النبي داود عليه السلام الذي أوصاه بالعدل بين الناس. وعرف الملك سليمان بالحكمة والعلم والذكاء. وذكر في القرآن الكريم أن سيدنا سليمان يستطيع فهم لغة الطيور والحيوانات ورؤية الجن والشياطين والتواصل معهم، فسخر له الله كل شيء حتى الطير والجن. قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص. كما وهبه بساط الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وسال له عين القطر تنبع بالنحاس المذاب يصنع منه ما يريد. وملك سليمان لم يتضمن فقط تسخير ما حوله، بل وأيضا أموالا وكنوزا تفوق الخيال. هناك مثلا قصورا من ذهب وزمرد وجواهر وياقوت جمعتها الشياطين، وعمال مهرة من الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجيفان. وقد ارتبط ذكر سيدنا سليمان بملكة مملكة سبأ الملكة بلقيس، فكما نعلم أن سيدنا سليمان يستطيع فهم لغة الحيوانات والتحدث معها. وفي يوم من الأيام كان الملك يجهز جيشه وبدأ يتفقده، فلاحظ غياب الهدهد فغضب وقرر أن يقتله، إلا إذا كان لديه مبرر لهذا الغياب. وعندما رجع الهدهد وشرح للملك أسباب غيابه وأنه كان في اليمن، ورأى عند الملكة بلقيس مالا وقوة، ولكن قومها كانوا يعبدون الشمس، فأرسل لها بخطاب لكي يهديها لعبادة الله. وحين ألقى الهدهد خطابه على ملكة سبأ، ردت عليه بهدية اشتملت على صناديق مليئة بالذهب والمجوهرات، غير أن هذه الهدية على فخامتها عدت تافهة مقارنة بملك سليمان عليه السلام. وحين قررت الحضور إليه، طلب سليمان عليه السلام من جنده إحضار عرش بلقيس قبل أن تصل إليه، إمعانا في إبهارها بقوته وقدرته الفائقة. فكان العرش عنده في لمحة عين، وطلب من جنده أن يغيروا لها في مظهر عرشها قليلا، ففعلوا، ثم أمر ببناء قصر أرضيته من الزجاج على سطح الماء. وعندما وصلت الملكة بلقيس اصطحبها سليمان عليه السلام ليريها عرشها بعد التغيير، فوقفت حائرة ما بين مظهر عرشها وكيف وصل إلى هذا المكان، وبين إمكانية تقليد عرشها بهذه الدقة المتناهية، فكلا الخيارين مستحيل بالنسبة إليها. لذلك عندما سألها سليمان عليه السلام: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. ثم دخلت القصر ذي الأرضية الزجاجية شديدة الشفافية لدرجة أنه لا يرى، فاعتقدت أنها تمشي على الماء، ورفعت طرف ثوبها كي لا يبتل. فأخبرها سليمان عليه السلام أن الأرض مصنوعة من الزجاج الشفاف والماء أسفل منها. عندئذ أعلنت بلقيس إسلامها، وأسلم معها قومها.
ومن القصص التي ارتبطت أيضا بسيدنا سليمان عليه السلام قصة الخاتم، وهي أن النبي سليمان أعطاه الله عز وجل خاتما من أجل أن يتمكن من حكم الجن والشياطين، وكان دوما يرتدي الخاتم في إصبعه. وحاول الشيطان سرقة الخاتم لأكثر من مرة، ولكنه لم يستطع، إلى أن جاء يوم من الأيام خلع النبي سليمان الخاتم من أجل دخول الخلاء وأعطاه إلى زوجته لحين خروجه. وعندما خرج قال لزوجته: أعطني الخاتم، فقالت له بأنها أعطته إياه، فعلم أن الشيطان خدعها. واستطاع الشيطان السيطرة على القصر، وقام بطرد سيدنا سليمان وزوجته من القصر، ولكن شاءت قدرة الله أن تجعل الشيطان يفقد الخاتم ويسقط منه في البحر. حينها كان سيدنا سليمان يعمل صيادا، وفي يوم من الأيام اصطاد سمكة كبيرة، وبينما كانت زوجته تطهوها فتحتها من أجل أن تقوم بتنظيفها، فوجدت الخاتم وأعطته إلى سيدنا سليمان، وارتداه وعاد إلى القصر، وطرد الشيطان منه، وتولى الحكم من جديد بقدرة الله عز وجل. وبالطبع هذه ما كانت سوى أسطورة وخرافة تتناقلها أجيال بني إسرائيل، وهي غير صحيحة أبدا، ولكن الحقيقة التي تتناقلها الكتب السماوية الصحيحة هي أن هذا الخاتم ما هو إلا خاتم كان يسخر لسيدنا سليمان الكثير من الأمور التي كان يريدها، وأن هذا الخاتم حمل الكثير من الأسرار، حيث أنه اشتمل على الاسم الأعظم لله عز وجل، كما أن هذا الاسم كان مكتوب على قلب سيدنا آدم عند خلقه، وأن هذا الخاتم يمثل صفة الدعاء إلى الله عز وجل، وهو كرامة للنبي سليمان من أجل أن يكون قادرا على تسخير الأرض والرياح وجميع المخلوقات له، وسره بقي أمرا لم يعلمه أحد سوى الله. وقبر سيدنا سليمان يوجد في قاع البحر في منطقة قريبة من اليمن، ويفترض أن الخاتم دفن معه، وما يحكى عن روايات أنه قد يوجد مع بشر، فما تزال مجهولة ولم تثبت صحتها. وفي النهاية، إذا أعجبتكم القصة وأضافت إلى معلوماتكم معلومة جديدة، أرجو عمل إعجاب واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.